يسأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت فيقول له يا ملك الموت ماذا تصنع إذا كانت روح تموت من المشرق وروح تموت في المغرب وأرض بها وباء وأرض بها معركة فماذا أنت صنع؟ فقال ملك الموت يا خليل الرحمن إني أدعو الله فأدعو الأرواح فتكون بين إصبعي بأمر الله. يا ابن آدم كل يوم يمر علي يمر ملك الموت على البيت 3 مرات فمن وجده قد استوفى رزقه وأجله وعمره قبض روحه فإذا قبضت الروح جاء الأهل ببكاء ورنين فيقف ملك الموت على الباب وينظر إلى أهله ويقول لهم والله ما أكلت له رزقا ولا أنقصت له أجلا وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا فلو تسمعون كلامه وترون مقامه لبكيتم على أنفسكم وتركتم بيتكم. كل الطبيب تخطفته يد الردى يا زاعما شفى الأمراض من أرضاك بل سائل المريض يعيش حينا من الدهر وقل له يا مريض من الذي أمهلك مهلاك واسأل الصحيح ما فلا من علته وقل له يا صحيح من بالمنايا دهاك بل سائل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام فقل له يا أعمى من ذا الذي يقود خطاك بل سائل البصير كان يحضر حفرة فهوى بها وقل له يا بصير من الذي أهواك بل سائل الثعبان قل له يا ثعبان من بهذه السموم حشاك وكيف تأكل وترعى وهذا السم يبلع فاك وإذا رأيت الوليد عند ولادته بكى وأجهش بالبكاء فقل له يا وليد من الذي أبكاك وإذا رأيت الجنين في بطن أمه بلا راع ولا مرعى فقل له من الذي يرعاك وإذا رأيت اللبن المصفى من بين فرث ودم وقل له يا لبن من صفاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فقل له يا نخل من شق نواك. هو الله هو القادر على كل شيء هو الكاتب لكل شيء عندما خلق القلم قال له اكتب قال يا رب وماذا اكتب قال له اكتب مقادير العباد حتى قيام الساعة. اصلي واسلم على محمد ابن عبد الله الرسول الامي الذي تعلم منه العظماء وهو اعظم العظماء. قال صلى الله عليه وسلم اعطيت 6 خصال لم يعطوه رب لنبي من قبلي فماذا اعطي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبيكم فإن الصلاة على النبي تنير القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم نصر بالرعب وحلت له الغنائم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا أرسل إلى الناس كافة وختم به الأنبياء صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى آل البيت وأخص منهم بالذكر عبد الله بن العباس فكان كل يوم يذهب إلى زيد بن ثابت ويقول له يا زيد علمني مما تعلمت فيقول له زيد بن ثابت كيف أعلمك يا ابن العباس وأسوى ترجمان القرآن. فإذا أراد زيد أن يركب ذابته أمسك اللجام في العباس فيقول له زيد إليك عني يا ابن العباس فيقول له هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فقال له أعطني يدك يا ابن العباس فلما أخذ يده فقبلها فقال ولما هذا يا زيد قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلوات ربي وسلامه
الطيب المبارك من هذه الساحة القرآنية المباركة والتي أقامتها العائلة تكريما لهذا الراحل الذي فارق دنيا الناس وذهب الى رب الناس، داعين الحق سبحانه وتعالى ان يجمل الارض عن جنبيه وان يلهم اهله الصبر والسلوان. ومع مسك ختام هذه الليله مع هذا العلم القراني الاذاعي فضيله القارئ الدكتور محمد زياده القارئ والمقيم بالشوافين مركز اولاد صقر، شاكرا لهذه الهيمه الذهبيه وقدر مخازن الفراشه والاضاءه اللامعه اداره مهندس محمد عبد اللطيف والمقيم بتساطير الازهار، شاكرا للخدمات الفندقيه اولاد الحاج الفاضل سالم والمقيم بحماده مركز اولاد صقر. ادعو الله لهذا القارئ بالتوفيق والتجلي ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وولده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا لا يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ورغبتين وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مصابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم. الفاتحة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا الى من تخشع له الجبال وتسبح له الطيرة في الغدو والاصال، ايات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمد زيادة، قارئ القرآن الكريم اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي، ومقيم بقرية الشوافين مركز اولاد صوت محافظة الشرقية. الاعدادات الصوتية والاضواء الكهربائية وكبرى مخازن الفراشة والفراشة الذهبية، ادارة مهندس محمد عبد اللطيف قصاصين الازهار مركز اولاد صوت محافظة الشرقية. مواجب الضيافة والخدمات الفندقية حاج فاضل سالم حمادة مركز اولاد صوت. كان معنا تصوير هذه الليلة القرآنية ورفعها على شبكة الانترنت الاستاذ عبيدة زيادة الشوافين مركز اولاد صوت، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء، وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحان من له الدوام.